نعم احتسب ضربة جزاء لصالح الفيصلي وفلاح ناصر الدين، وضربة الجزاء الثالثة فلاح ناصر الدين. يبدو أن مراد عوينة هو الذي سينفذ ضربة الجزاء. والهدف الأول لصالح فريق الوحدات، الهدف الأول لصالح فريق الوحدات، والذي أحرز الهدف من ضربة الجزاء هو اللاعب مراد عوينة. مراد عوينة فيصل أبو زمع مقطوعة. الهدف الثاني رأفت علي، الهدف الثاني لرأفت علي، وحقق فريق الوحدات الهدف الثاني. رأفت علي والهدف الثاني بعد مرور ما يقارب 18 دقيقة من بداية الشوط الثاني. الحقيقة أن هذه الكرة كانت كرة جميلة مباغتة. رافت أبو زمع وجميلة، والهدف الثالث يحرزه اللاعب مراد عوينة. رفعة بالمقاس من عبد الله أبو زمع على رأس اللاعب مراد عوينة، يحرز منها مراد عوينة في الدقيقة 23 من أبو صفية هو الذي سينفذ ركلة الجزاء. والهدف الأول لصالح فريق جبل المكبر. 3 أهداف مقابل هدف. قد يكون سنوي. هدف والهدف الثاني لصالح فريق جبل المكبر. الهدف الثاني لصالح فريق جبل المكبر. هدفين للوحدات، 3 أهداف للوحدات، هدفين لفريق جبل المكبر. 3 أهداف للوحدات، هدفين لفريق جبل المكبر. هدف جميل وهدف رائع. طويلة للأمام. حسن حجاج. نعم، حسن حجاج حقق الهدف الثالث. التعادل ب3 أهداف. نتيجة اللقاء حتى الآن حسن حجاج اللاعب المبدع، هداف دوري الدرجة الممتازة، 3 أهداف، هدفين لحسن حجاج وهدف لأبو صفية، 3 أهداف. التعادل ب3 أهداف. وهكذا يعلن الحكم فلاح ناصر الدين نهاية هذا اللقاء الذي جمع بين فريق الوحدات الأردني وفريق جبل المكبر الفلسطيني. 3 أهداف ل3 أهداف، 3 أهداف وحداتية و3 أهداف لفريق جبل المكبر. بالتعادل
ب3 أهداف، وبالتالي انتهى الدور التمهيدي من بطولة هلال أريحة الشتوية السادسة. يوم الخميس سيبدأ ستبدأ مباريات دور الأربعة، ستبدأ لقاءات دور الأربعة. نحن معكم دائما من استاد أريحة الدولي.